ما يبكيك يا عمر؟ قال أنت وأنت رسول الله فيما أنت فيه. دلوقتي أنت أصل هو الصورة بالصاد اللي مش هيبقى فيها نقاش كتير إن المسلم أحرز الدنيا والدين، فده قاعد إيه سلطان زمانه، مفيش حاجة شغلاه. يعني الإشكال بيحصل فين يا جماعة؟ لما بتختل الدنيا عند أهل الإيمان فيبتدي يظهر بقى الإشكالات دي اللي نزلت عشانها سورة العصر. إيه اللي بيظهر؟ تعالوا ندي مثال عن ملهم هذه الأمة، من؟ عمر. ومش مثال في الحقبة المكية اللي هو بقى قمة اللي هو عاصرها عمر رضي الله عنه، لا، ده مثال بعد الهجرة. بقى في دولة والنبي عليه الصلاة والسلام ممكن له نوع تمكين، ويدخل عليه سيدنا عمر رضي الله عنه في الحجرة الشريفة فيجد الحصيرة قد أثر في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم، ومفيش في الحجرة ما يرد العين، مفيش حاجة بقى، لا أثاث ولا تحف ولا. فيعمل إيه عمر؟ يبكي. ما يبكيك يا عمر؟ قال أنت وأنت رسول الله فيما أنت فيه، وكسرى وقيصر يتقلبون في كذا وكذا، وقعد إيه يعد بقى النعيم اللي فيه كسرى وقيصر. يعمل إيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ يغضب. وانتم ما اتعلمتوش الدرس لسه؟ إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يا جماعة أنا ليه بقول الكلام ده؟ الدرس ده بيخفى على أهل الإيمان، مش إحنا، مش أهل الإيمان ده اللي هو في المسجد الكبير. أهل الإيمان يعني يخفى على عمر في موطن فيقع الإشكال فيبكي عمر رضي الله عنه. هو هنا الإشكال فين يا جماعة؟ إن عمر وزن بإيه؟ بالدنيا. ده الإشكال. عمر لما وزن بالدنيا. طيب وهي الدنيا دي هو ده الميزان؟ ما يعني مش عارف بقى اللي بيحضر قلنا يعني قبل كده كذا مره نقول ايه، احنا محتاجين اهل الايمان ان احنا نعاير موازيننا على موازين الشرع. لو نجحنا في ده اشكالات كتير هتذوب عندنا، لان الاشكال اللي حصل عند عمر رضي الله عن عمر، الاشكال هنا في الميزان الذي وزن به عمر. ولذلك كان رد النبي عليه الصلاه والسلام على عمر ايه؟ اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخره؟ فرد عمر الى هذا الميزان. انت يا عمر رضي الله عن عمر الذي اوقعك في هذا اختلال الميزان، عاير بقى ميزانك لو سمحت، لانك لما وزنتني يعني النبي عليه الصلاه والسلام قدام كسرى وقيصر وزنت بميزان مش هو الميزان الشرعي.